ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه في الجو ده؟ بصوا بقى، انا مش شايفين اي حاجه الصراحه. ده من امبارح على فكره الجو ده كده، مش النهارده بس. شايفين هناك من بعيد كده في حاجه باينه، اللي هي في المينا. بصوا انا مش شايفاها من امبارح، مفيش حاجه باينه خالص، اللي هي الرفعات بتاعه المينا. فاهمين؟ مفيش اي حاجه باينه، والبحر كان بيبان من عندي من هنا. بصوا، مفيش اي حاجه باينه. الله، ربنا يلطف بينا وربنا يلطف باهل ليبيا واللي حاصل في ليبيا يا رب، ويسترها معاهم ويطلع لو في ناجين يا رب من تحت الفيضانات ديت. ربنا يطلعهم بألف سلامة يا رب يا رب، وينجي أهل المغرب، وما يحصلش أي حاجة وحشة ولا في مصر ولا في المغرب ولا في ليبيا تاني يا رب، ولا في أي دولة عربية يا رب. وينجينا من العاصفة دانيال دي على خير يا رب، تبقى بس حبة تراب كده وخلاص وننتهي، وعلى بالليل كده يبقى الجو حلو يا رب. ادعوا بس معايا كده، ربنا يلطف بينا يا رب ويعديها على خير، وتبقى خفيفة على أهل مصر يا رب يا رب. احنا هنا في اسكندرية، أنا المينا اللي بقولكوا عليها دي مينا اسكندرية، المينا. بصوا الجمرك، بصوا الرفعات دي بتشوفوها، وبشوف البحر، وفي جامع بيبقى هناك كده، هو جامع المينا الشرقية او مش عارفة جامع ايه، بيبقى باين. بصوا مفيش اي حاجة باينة ولا حاجة. بصوا، ده طريق العربيات ده بتاع مينا البصل. بصوا، وفي اسم مينا البصل بيبقى باين من عندي برضه مش باين، ولا العلم اللي عليه. بصوا مفيش اي حاجة باينة. ربنا يعديها على خير يا رب ويلطف بينا يا رب، احنا واهل ليبيا يا رب. ومطروح، مطروح انا سامعه ان هناك في شتاء دلوقتي، يا رب يبقى شتاء خفيف ويعديها على خير يا رب يا رب يا رب، ويعديها خير على خير علينا برضه. واصحاب الجيوب الانفيه بقى يخلي بالهم، اللي زي حالاتي كده اهوت، انا مناخيري بايظه وحساسيه جيوب انفيه، وجيوب الانفيه عندي الحمد لله. ربنا يلطف بينا يا رب، الطفها ويسرها يا رب، واجعلها خير يا رب، واجعلها خفيفة علينا يا رب. اللهم امين يا رب. ادعوا يا حبايبي، ادعوا يا حبايبي، ادعوا كتير 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 كتير. يلا اسيبكم بقى دلوقتي، ولو في شتا في اي حاجه هصور لكم وهنزل لكم، واقول لكم ان هو الوضع في اسكندريه عامل ازاي. وانتوا برضو سواء في القاهره، في الصعيد، في مطروح، ابعتوا لنا كده هوت على اليوتيوب ونزلوا لنا فيديوهات، قولنا ايه الوضع عندكم. بصوا انا بصور لكم والتراب داخل. يلا اقول لكم مع السلامه دلوقتي، واشوفكم كمان شويه كده واصور لكم واقول لكم ايه الوضع برضه. ماشي يا حبايبي، يلا مع السلامه.